السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل وصفة حلوة النهاردة واقتصادية للبطاطس اللي تعبانة كلنا، البطاطس المسكرة اللي بتحمر اللي بتشرب الزيت. هنعملها بالوصفة دي، هتلاقيها حلوة جدا، ولا شايلة زيت ولا اي حاجة، ومقرمشة من بره، وطعمها بتتبيلة حلوة جدا من جوه. هتنفع كوجبة مثلا في فطار، في عشاء، ممكن تحطها للولاد في السندوتشات بتاعت المدارس. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، علشان كلنا ناخد ثواب. ونشوف عملنا الوصفة دي ازاي. أول حاجة انت بتجيبي أي كمية بطاطس انت عايزة تعمليها وتسلقيها بالشكل ده، بس أهم حاجة انك تسلقيها بالقشر بتاعها. بلاش نقشرها علشان ما تشربش طبعا من مية السلقة، بتتفتح معانا في الزيت. بنسيبها على قد ما تاخد من السوا. اهم حاجه ان انت ما تسيبيش القشره تتفتح معاكي، وبرده البطاطس هتشرب ساعتها الميه، وكاننا ما عملناش حاجه. بنشوفها كده بالسكينه، ان كان القلب استوى بنطفي عليها وبنبردها في الميه. وانا جبت طبعا بديل البقسماط، عندي عيش من اللي هو بتاع الفرن العادي ده، بحمصه بالشكل ده، وبعد كده بطحنه وبغلف بيه البطاطس. خلاص البطاطس بردت معانا اهيت بالشكل ده. لازم تكون باردة عشان تعرفي تقشريها. وطبعا لما نيجي نهرسها ما تعملش معانا عرق، احنا بنهرسها وهي باردة. دي زي البطاطس اللي كانت امهاتنا بتعملها زمان الصغيرة، اللي هي كانت طول الشتاء بنعملها دي. بس يعني ايه، دي هنعملها بطريقة تانية. عشان نتخلص لو هي كانت جبتيها ولقيتها مسكرة، طبعا ما حدش بيحبها ولا في الطبيخ ولا في التحمير. بنكسرها بأي حاجة كده. بعد كده هرستها. أهم حاجة إن انت ما تسيبيش فيها اللي هي الكتل، ما تكونش مكتلة يعني معاكي، تكون مهروسة ناعم. وادي العيش اللي طحنته طلع بالشكل ده. بعد كده هنملح البطاطس، شوية ملح، شوية فلفل أسود، شوية كمون. ممكن تحطي عليها بابريكا، وتحطي بقى عليها خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. نقلب طبعا الكمية كلها كده مع بعضها، عشان يتجانس الملح معاها والتتبيلة. وده برضو البقسماط بنحط عليه شوية ملح بصوت كده، وشوية فلفل اسود. انا جبت معلقة بقى عشان اكور، تبقى كل كورة قد بعضها، وكورتها بالشكل ده. جربوا وصفة برضو العيش المحمص. انا بكون عندي كمية عيش بحمصها في الفرن، واعمل برطمان كده واحطه في التلاجة. بستخدمه في اي وقت، في البانيه، في وصفات البطاطس اللي زي دي. خلاص عملنا الكمية كلها. جبت بيضة واحدة، احط عليها شوية فلفل اسود. ممكن تضيف عليها شوية مية عشان تكفي الكمية معاكي. انا ما استخدمتش غير البيضة واحدة بس في الوصفة. خلاص بنغلفها في البقسماط، ونحاول نعمل الكمية كده كلها. العيش المتحمص ده بيديكي طعم مقرمش جدا وحلو جدا. جربيه، احسن من البقسماط اللي احنا بنشتريه من بره. خلاص هنحاول نغلفها كده بالشكل ده لحد لما نخلص الكمية كلها. اعملي الوصفة ديت، العيش المحمص ده قبل رمضان وعينيه في التلاجة، هينفعك جدا. بستخدمه في البانيه، بستخدمه في البطاطس، في كل حاجة. بيوفر عليا كتير وبيسهل عليا، وبيبقى موجود تحت ايدي عندي في التلاجة. خلاص احنا بنسخن الزيت جامد. بعد كده بنخلي النار وسط، وبنحط البطاطس نسويها على نار وسط كده عشان ما تتفتحش معانا، او تطلع الكورة كده محمرة وحلوة. نقلب على الوش التاني، تبقى بالشكل ده. ادي كمان رصة اهيت. خلاص بنحمر الكمية كلها وبتطلع بالشكل ده. مش هتعوزي مناديل مطبخ ولا اي حاجة، ولا هتلاقي فيها زيت ولا شايلة زيت ولا اي حاجة. يا رب تكون الوصفة دي عجبتكم، وبتبقى مقرمشة وطرية من جوه كده، وطعمها حلو، والتتبيلة بتاعتها ريحتها جميلة خالص. شكل مختلف لأطفالنا. يا رب تكون الفيديو عجبكم. بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. وشكرا لحسن متابعتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.